ما تقبلتش موت ابني، فقررت ارجعه الدنيا تاني ولو هيكلفني الامر حياتي. تعال احكي لكم الحكايه من الاول. انا امنيه، اتعرفت على محمد جوزي من وانا في الجامعه. كان زميلي وقتها بس كان اكبر مني بسنه. عجبني في محمد انه شاب محترم وملتزم جدا، وانا كمان كنت بنت هاديه وجميله. قضينا سنين الجامعه سوا واتفقنا على الجواز بعد ما اتخرج انا وهو يكون خلص الجيش بتاعه. المهم أنا ومحمد ماديا كويسين جدا، ومن أسر الحمد لله ما عندهاش مشكلة في الفلوس. عشان كده اتجوزنا على طول بعد ما محمد طلع من الجيش. وهنا تبدأ القصة بتاعتي. أنا زي معظم البنات بتطلع لموضوع الخلفة بعد الجواز على طول، ونفسها في طفل يسليها وتسمع منه كلمة يا ماما. على النقيض محمد الموضوع ما كانش شاغل باله خالص، وكان دايما يصبرني ويقول لي إن احنا لسه متجوزين ولسه صغيرين، خلينا نعيش حياتنا الأول وبعدين نبقى نفكر في موضوع الخلفة ده. لكن أنا كنت رافضة خالص، وكان بالي دايما مشغول بالموضوع ده. عدى علينا سنة من جوازنا وما كنتش لسه خلفت، لكن صبري كان خلص